الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. لقد تحدثنا لكم في الحلقة السابقة عن آخر ملوك الأسرة المصرية السادسة، واليوم سوف نتحدث لكم عن الأسرة المصرية السابعة وفترة انتقالية جديدة. سلالتها مصرية حاكمة. الأسرة المصرية السابعة تعتبر أول أسرات الفترة الانتقالية الأولى في أوائل القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد. حكمت هذه الأسرة بدءا من عام 2181 قبل الميلاد. الأسرة المصرية السابعة هم ملوك معروفون في تاريخ مصر، وهنا يتم التعرف على أن من بداية الأسرة المصرية السابعة حتى الأسرة المصرية 11 يعرفون باسم الفترة الانتقالية الأولى. والقليل هنا هو المعروف عن ملوك الأسرة السابعة، فقد كانت فترة الارتباك في تاريخ مصر في هذه الفترة. أما بالنسبة لحكام الأسرة المصرية السابعة، وتبدأ بالملك نيفر كا راع الأول. ثانيا الملك نيفر كا راع. ثالثا الملك دجد كا راع شماي. رابعا الملك نيفر كا راع خندو. خامسا الملك مرن حور. سادسا الملك نيفر كا من. والملك السابع هنا الملك ني كا راع. أما بالنسبة للملك الثامن الملك نيفر كا راع تي راع رو. وآخر ملوك الأسرة السابعة الملك نيفر كا حور. وهذه نبذة مختصرة عن ملوك الأسرة المصرية السابعة، والتي سوف نتناولها في الفترة القادمة بإذن الله. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع أول ملوك الأسرة السابعة الملك نيفر كا راع الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.